انا اتخطبت وطلع بقى اعمل معاكم الفيديو ده عن الخطوبه بتاعتي اهي. الدبله باينه ولا باين اكتر؟ اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاك لو لسه اول مره بتشوفوني مستنيين ايه؟ انزلوا اعملوا سبسكرايب، العلامه الحمراء اللي جنب الاسم، وكمان فعلوا الجرس على علامه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بينزل في القناه اول باول. وكمان اعملوا لي لايك للفيديو ده. انا هكلمكم عن كل التفاصيل الخطوبه، اتخطبت لحد جديد ولا ايه، حياتي طبعا. ربنا يسعد كل البنات يا رب. انا اتخطبت لمين؟ التفاصيل. الاول اللي ما يعرفنيش او اللي ما سمعنيش قبل كده، انا منفصله وبقالي 3 سنين. آه ابو ابني كويس معانا جدا، عندي طفل عنده 7 سنين خلاص. بابا كتر خيره بجد، مش سايبنا في اي حاجه، معانا في كل حاجه، في كل التفاصيل. علاقتنا كويسه جدا ببعض. اكيد بنمر بمشاكل وبيحصل مشاكل، بس لا لجأنا للقضاء ولا المحاكم ولا الحاجات دي. هو محامي على فكرة وبيتقي الله، يعني اللي هو بيعمل كده بيبقى شخص بيتقي الله، مش مجرد ان هو خايف من حاجة او كده. فده شخص قرر ان هو يصرف على ابنه ويهتم بابنه وياخد باله منه، طبعا ما سابهوش في اي حاجة. تعب، ابني تعب، بيكشف عليه علاج كل حاجة، يعني حتى لو ما راحش معانا فطبعا هو اللي بيصرف، يعني من الآخر. سكن، كل حاجة تمام. المهم طبعا برضو قال لي ما تشتغليش واقعدي بالولد وخدي بالك منه. انا اشتغلت قبل كده، وبرضو اللي ما يعرفنيش انا بقالي فترة بشتغل في مجال الاونلاين. نخش في التفاصيل على طول. انا وابو ابني رجعنا، قلنا هنلبس دبلة. طبعا احنا داخلين على المدارس الشهر ده، كنا هنكتب الكتاب. طبعا كنا هنرجع السنة اللي فاتت. وعملت فستان، عاملة فستان أبيض لكتب الكتاب، اوف وايت هو يعني مش ابيض. طبعا هشارك معاكم كل التفاصيل دي وقتها. المهم السنه اللي فاتت بقى انا كنت بحضر لكل حاجه، يعني كنا هنرجع في شهر 1 2024 السنه دي يعني في اولها. فكان في شويه حاجات كده متاخره، وانا طلعت برضو اتكلمت في فيديو عن ده. الاجهزه الكهربائيه وكده والحاجات دي جابها لي السنه اللي فاتت وخلصنا منها. المهم طبعا أنا رفضت الارتباط نهائيا بأي حد تاني، مهما حد كلمني عن جواز، حد اتقدم أو كده، فأنا كنت برفض الموضوع ده. والحمد لله أصلا ماليش علاقة بأي حد، ما بحبش الموضوع ده. أنا قررت إن أنا هقعد بابني وأربيه وأخد بالي منه. المهم حصل مشاكل زي ما بقول لكم. وعملت فستان وحضرنا كل حاجة، كان فاضل الدبلة وكان فاضل خلاص إن احنا نكتب الكتاب. احنا لسه محددناش هنكتب الكتاب ازاي أو فين. بس احنا قلنا احتمال كبير هيبقى الشهر الجاي إن شاء الله. طبعا داخلين على مدارس وشوية حاجات بقى ورانا وكده، فكل حاجة بتبقى عايزة ترتيبات. طبعا كل حاجة ترتيبات من عند ربنا. المهم أنا كده أعتبر رجعت لأبو ابني. احنا خطبنا، يعني في ناس طبعا بتضحك على الموضوع، بس اللي هو يعني ارتباط رسمي لحد ما نكتب الكتاب. تمام. مثلا ساعات بنظهر مع بعض ان مثلا الولد محتاج حاجة، الولد تعبان مش عارف ايه، فلازم يبقى ما بيننا برضو ارتباط رسمي. اوكي. طبعا الناس اللي حواليا عارفة علاقتنا كويسة ببعض، بنحب بعض قوي، في ما بيننا قصة حب من البداية كده يعني. المهم قلت المهم كتير جايز برضو الدبلة دي عيار 21. آه، وبعدين الجرامات كانت ساعتها الجرام كان عامل 3425. وبس كده، ده كل تفاصيل الدبلة يعني. يعني طبعا انتوا عارفين الذهب غالي قوي، احنا قلنا حاجة رمزية، حاجة إثبات يعني للارتباط. الدبلة أهم حاجة في الموضوع كله، سواء خطوبة جواز بتبقى الدبلة. ماشي. انا حبيت اطلع افضفض معاكم في الفيديو ده واقول لكم ان انا اتخطبت، وكمان التفاصيل الجايه كلها تعرفوها واحده واحده. كاتب الكتاب، التحضيرات، الميك اب ارتست، كل حاجه ان شاء الله هحاول ان انا اصورها معاكم. ناويين زي ما قلت لكم، عشان الناس اللي هتقول لي ناويه تعملي فرح وكده، مش فرح بقى يا جماعه، هو هيبقى كاتب كتاب في مكان ويبقى معانا صحاب. بصوا هو الفيديو ده يعني عاملاه كده مش مترتب له اي حاجه، انا طلعت اصوره معاكم كده مش مرتبه الكلام حتى. مش هعمل فرح يعني. احنا كنا بنقرر زمان ان احنا عايزين نعمل فرح جديد وما اعرفش ايه، لا احنا هنعمل كاتب كتاب في مكان يبقى معانا اهلنا وصحابنا والناس اللي هم حبايبنا، يعني من الاخر ساعة ساعتين في مكان بس كده. وهنكتب الكتاب، نتصور فوتو سيشن، ميك اب ارتست، وهكذا. يعني الحاجات دي طبعا على ايام ما كنت اتجوزت ما كانش فيه ميك اب ارتست، ما كانش فيه
سيشن وكده، كنا بنتصور في الاستوديو عادي من 5 سنين، من 5 سنين إيه طبعًا، في 3 سنين انفصال و5 جواز، يعني 8 سنين، من 2015، من 2016 أيوه، اتجوزنا في 2016. فكان الصور في استوديو، كان الميك اب وكده والطرحة كان في بيوتي سنتر كوافير يعني، زي ما بيقولوا تنظيف بشرة، عملت كل حاجة يعني الحمد لله. بس كانت فرحتنا محدودة شوية، يعني هنحاول نعوض شوية اللي عدى. فزي ما قلت لكم كل حاجة بتعدي، لكل واحدة منفصلة، لو في نصيب، لو أبو ابنك كويس معاكي، عشان في ناس أصلا بتكره حاجة اسمها أبو عيالها ده، أو اللي كانت متجوزة قبل كده وبتتجوز تاني وبتعيش. طبعا كل واحد بياخد نصيبه، بس لو هو كويس معاكي ارجعوا وصلحوا حياتكم، وشوفوا ايه الغلط كان فين قبل كده وحاولوا تصلحوه كمان عشان الأولاد. أنا ابني الحمد لله بيحب باباه جدًا، وباباه طبعًا بيحبه وعايز يشوفه أحسن حاجة في الدنيا يعني، والحمد لله. وكمان هو من الداعمين ليّا جدًا، يعني من بعد الطلاق إحنا كنا صحاب، ممكن تستغربوا الكلمة دي شوية، صحاب بمعنى إن إحنا تمام متفاهمين مع بعض، حد زعلان من حاجة بيقولها للتاني وكده وهكذا. بس هي دي كل حاجة، وإن أنا جاية أقول لكم إن أنا الخطوبة بتاعتي دي رجوعي لأبو ابني. والحمد لله ما لقيتش ناس بتستغرب الموضوع، عادي بتضحك، ولما حد بيلاقي حد فرحان بيشجعه على الفرحة بتاعته، أو بيفرح لفرحه الناس اللي هي بتحبنا طبعا. بس كده.